تعالوا كمان نحمص اللب. هختار برضو 10 دقايق على درجة حرارة 140، وزي ما تعودنا كل دقيقتين 3 هنفتح عليه نقلبه. تقدري تحمصي اي نوع لب، لب ابيض، لب سوري، لب اسمر. انا عندي اللب ده كان متحمص اصلا بس بدأ يطرى فبعيد تحميصه تاني. لكن لو عندك اي لب ني وعايزة تحمصيه، في ناس بتحب تحمص لب البطيخ ولب الكنتالوب وبذور اليقطين. انا ما كانش عندي وقتها وانا بصور، بس هقول لكم تعملوه ازاي. اول حاجه هتغسلي اللب كويس جدا وتسيبيه في مصفى يتصفى خالص من الميه، وبعدين هنحطه في الاير فراير على ورقه زبده او ورقه من ورق الاير فراير. اللب ده طبعا لسه ني، فهنعمله على مرحلتين. الاول لازم يتجفف كويس وبعدين نحمصه. لتجفيف اللب هنختار درجة حرارة 80 لمدة 20 دقيقة، وبعد كده هنملح اللب بنفس الطريقة اللي ملحنا بيها الفول السوداني. معلقة كبيرة مية عليها ملح وشوية من الكركم عشان يدي لون حلو لللب. وبعد كده هندخل مرحلة التحميص. هنختار درجة الحرارة 140 والوقت 10 دقايق أو ممكن يزيد حسب كمية اللب. دلوقتي تعالوا نشوف اللب بتاعي بعد 10 دقايق. خلاص كده اتحمص كويس جدا وريحته كأني واقفة في محمصة. سمعتوا الصوت؟ رجع زي الطازة بالظبط.